ايش علمتنا، ايش علمناك بالعراق خلال هاي الاسبوعين؟ سولف لي عن الحياه الطبيعيه. والله بهالاسبوعين خربتوني والله. ليش؟ ما بنام. انا معود كلاعب او كمدرب بنام الساعه 11 12. ملتزم بالنوم طبيعي لانه عندك نهار طويل بدك تكمله. فحاليا من لما جيت العراق كنت مبسوط بهيدا الشيء وعم بتباهى فيه، بس من بعد اول يوم صرت عم نام، يعني عم بصلي الصبح وبعد الصلاه بقعد شوي لارجع انام. بالخمسة الصبح؟ بالخمسة ونص 6 عم ننام. كرار والولد خربوك؟ اخ فهيدي بدنا نعمل لها دراسه ان شاء الله للايام اللي جايه. اكثر حاله سيئه هي السهر بالعراق. ليك هي مشكله السهر والله صراحه، مشكله السهر خصوصا. يمكن هلا الاجواء حاره شوي، العالم عم بتضل نايمه يمكن وقت مأخر، بس انا بالنسبه لي كلاعبين لابد ان يكون هناك التزام. جدا لازم يكون في نظام. شنو رسالتك للاعبين العراقيين؟ هل وجدت هذه الحاله ايضا السهر موجود؟ ليك هي موجوده اكيد، يعني ما في لاعب ما حيسهر، بالاخص هلا بهيدي الاجواء، ويمكن كان فتره اوف سيزون قاعد، فتره السهر هلا عم بيجرب يعود حاله ينام بكير. بس انا بالنسبه لي من خيكم الصغير او خيكم الكبير، اللاعب العراقي بالاخص كونه انا هلا متواجد هون، الامكانيات الموجوده والدوري الموجود دوري نجوم العراق. نعم. فبعتقد اللاعب المنتاليتي اللي له والعقليه اللي له لازم تكون بعد افضل بكثير من هيك. دائما خلي عندك هدف ودائما يكون في عندك طموح كبير لتوصل للاعلى وللاحسن. ما في لاعب حيوصل لمحل يقول انا خلصت. طول ما انت لاعب، طول ما انت ملتزم مع نادي، دائما عم بتدور للنجاح وعم بتدور لطموح. بعتقد يمكن اكثر عاده شفتها هي السهر. اكيد عند اللاعبين؟ لا مش حقول عند اللاعبين، بس على الارجح اكيد في لاعبين عم تسهر، طالما المجتمع والجو بالمنطقه اللي انا كنت فيها هي سهر. فما بالك بهيدي المنطقه والمنطقه الثانيه، بكل منطقه في لاعبين. فالسهر، قله الغذاء، او انه انا يابا وصلت هلا وقعت لنقول كوني انا مع نادي الزوراء خلصت، لا بالعكس. انت كلاعب طموح وكلاعب بدك تنجح، في عندك اهداف كثيره بدك تحققها. اوكي حققت هلا مع نادي الزوراء، ليش ما تفكر كمان جنب الاحتراف خارج نادي العراق، خارج العراق يعني. فبعتقد الالتزام هو اللي حيوصلك للاعب ناجح. زين، عندي فقرة الكارت الأحمر والأخضر، تتفق معي؟ ارفع